صباح الخير بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نبدي بالفيديو اتمنى منكم ما تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بالقناه اذا بعدكم مشتركين. اليوم اختي حتجيني من الفلوجه. اتصلت عليهم الساعه 7:30 تقريبا الصبح، قالوا لي ما ظل شي راح نوصل، فقلت خلي اقوم احضر الريوق حتى يوصلون خطيه، اكيد يوصلون تعبانين. تلقون الريوق جاهز هنا، احضر كل الشغلات واكيد جيمر العرب ما ننساه. هلا احنا اشواق. هلا وهلا ودوده. هاي هنايا اول ما اجوي مثل ما شفتوا. هنا هذا كان الريوق مالتنا. خليته ابيض وقمر والبان وهاي الشغلات كلها. بعد ما تريقوا طبعا هم ناموا لان كانوا تعبانين. واني بديت اسوي بالغداء. سويت اكثر اكله هم يحبوها وحتى احنا نحبها بصراحه. ادليميه مالت لحم، خليت اللحم يسلق وبديت اسوي مقبلات المعكرونه. طبعا هذا طلب بنت اختي كلش تحبها فتدلل علينا طبعا. هسه تسمع الفيديو. سلقت المعكرونه، خليت مي بزيت زيتون وملح لحد ما فار، خليت المعكرونه لحد ما تسلق وبعدين اصفيها واغسلها بمي بارد واتركها تبرد شويه بالثلاجه. وبعدين جبت زبادي خليت عليه نعناع مجفف وفلفل اسود شويه وليمون وملح اكيد. وبعدين اضيف عليه المعكرونه واخلطهم سوا وازين الوجه مالته بفلفل احمر اللي بابريكا وشويه رشه فلفل اسود وبهارات، يعني مو بهارات، تتبيله مال الدجاجيك تصير هي جاهزه. وخليتها يعني قسمتها بالمواعين مالت التقديم وصار بهالشكل هذا. من بعدها بخلال هاي الفتره انسلق اللحم وكمل، بديت اسوي حمست ويا البصل والبوتيتا عادي وخليت له التوابل وعادي اخلي له المي واتركه لحد ما يستوي بوحدة. أكيد لازم أسوي الشعرية الحلوة ويا هي الدليمية، أكيد لازم شعرية. إحنا دائما نسوي الشعرية حلوة يعني مثل الحلاوة. أكو ناس يسووها ما يعني مو حلوة ما بيها شكر، إحنا لا نسويها حلوة نحبها. فسهل الشعرية وبعدين أخلي لها هيل وشكر ومي لحد ما تنشف وتتهدر، وها هي تكمل تصير حلاوة الشعرية. هنا أنا بديت أقسم يعني أصب يعني أحضر بالمواعين وشغلات، الزلاطة على الطرشي على الشغلات فأحضرها. وحضرت كل شيء وهذا كان غدانا الحمد لله والشكر. وبعدها مو بعدها الساعة 7:30 أو 8 بالليل تقريبا طلعنا، قلنا نتونس شوية وهمات يصير عشانها برا. فرحنا المدينة اسمها مدينة ضوء القمر. هذه أول مرة أروح لها وأول مرة أشوفها بصراحة، ما شايفتها أبد. زوجي أخذنا عليها بس كلش حلوة وعجبتني. الحلو بها إنه نفها وهدوء وواسعة كلش، والحلو بها إنه هي هادئة. أنا ما أحب المكان اللي يصير كلش هوسة ويعني فد شي واحد يدوخ، أحب المكان يكون هادئ. فكان اختيار موفق. حلوة عجبتني وبيها ألعاب كلش هواية، يعني تقريبا كل الألعاب موجودة بيها. وقلت لكم مكاننا فهنا يعني نخلي الميوزة طبقنا مية زينة، الميوزة ما يكفي نريد نقعد. وبدينا نقعد نحضر بالعشاء مالتنا. طبعا العشاء مالتنا جبنا ويانا من المطعم، جبنا كباب وبيبسيات وهاي الشغلات. فقلنا يعني اخذنا عشانا ورحنا المدينة عشان هذا نعدل نرتب العشاء. طبعا اكيد ما راح يكون الترتيب شلون ما كان لان احنا طالعين. بعد العشاء بعد ما تعشينا وكملنا وشربنا شاي اكيد. قمنا نفطر ونتونس يعني نشوف شكو ماكو. فطبعا أنا ابني ما جود خليته بقى يم خالته أو زوجها، ما قاموا هما ما افتروا بس احنا قمنا نفتر أني ويعني وبناتهم. قمنا نفتر. فأختي ما قامت هي وزوجها، قالت لي خلي جود يمي وانتي روحي تونسي. طبعا لو ما هي كان ما قدرت كل شيء أسوي ولا أفتر ولا كل شيء، فهي خطية شالتها وخلتها يمها وأني ظليت أفتر ويا يعني أنا وزوجي وبناتهم. هنا أنا صعدنا بالقارب. طبعا أنا هذه اللعبة كلش أحبها، أي مكان أروح بيه يعني قارب ومي وهيك شيء لازم أصعدها. وصعدنا بيها وبعدها ما صعدنا لعبة ثانية. صعدنا بالسفينة. كلش حلوة لعبة السفينة بس فضولي ما خلانا نتهنى بيها، قام يصيح ويبكي، قام يخاف من عندها. فاضطرينا انه ننزل من عندها لان ابو اللعبه ما يقبل من يشوف احد يصيح او يخاف، حتى ذا كبار مو بس صغار ينزل راسا. فمن نزلنا مرة الاخ ردينا صعدنا مره ثانيه لان حلوه وحبيناها. وبس ابو فضولي ما صعد بقى يم فضولي، وبعدين فضولي صعدناه بالعاب يعني مال عمره حصان سيارات تصادم وهيك شيء.
وبنات تابعوني على انستغرام، هناك انشر يومياتي. وطبعا حتى هذا الفيديو يعني شوية صار له فترة من اجو، نزلت انا بيوم الاجو بس ما الحق ويا جود انه امنتج وانزل، بس شوية بالانستغرام لان فيديوهات قصيرة وتصوير سريع فانزل يعني بيوم بيومه. فتابعوني اذا ما متابعين، راح اترك لكم رابط الانستغرام بصندوق الوصف. وهنا لما رجعنا للبيت، هذا الكيك بنت اختي هي مسويته يمهم يعني بالبيت، جابته يمي بس زينته، قالت حتى للسهرة وهيجي شي. فمن رجعنا صدق سوينا الكيك وفواكه وبيبسيات، وهاي كانت السهرة. ولهنا ينتهي يومنا وينتهي الفيديو. لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك للقناة. أقول لكم أحبكم كلش هواية. باي باي.